لو قعدت اكلمك ليل نهار على اضرار التدخين مش هنقدر نقنعك ان فعلا التدخين بيضر، لان كل واحد بيشرب سيجاره او بيدخن او بيشرب اي حاجات تانية مكيفات عارف يقينا ان التدخين بيضر وبيضر فعلا. خلاف كمان انه ايه بيسحب عقلك، وخلاف كمان انه بيسحب فلوسك ومهدره للفلوس ومهدره للمال والقصه دي. التدخين فعلا بيضر وبيسبب امراض خطيره في الحنجره وفي المثانه وفي الكبد، وبيجيب سرطان في الكبد وبتاع. هوريك فيديو هلخص لك فيه اضرار التدخين، وانت ليك حريه اختيار انك تكمل وتشرب سجاير او انك تبطل فوري. صدقني مش لو بطلت وقت وحالا مش هتموت، صدقني بالعكس. خلاف كمان ان التدخين حرام، خلاف كمان ان التدخين حرام. هوريك فيديو وانت ليك حرية الاختيار انك تكمل شرب سجاير وتكمل التدخين، وانك برضو ايه تسمع الفيديو ده وتقتنع بكلامي وتبطل تدخين. اسمع معايا الفيديو ده وانت ليك حرية الاختيار. أنا بلا رئة الآن. أنا واحد من اللي أفسدوا من الملايين المصريين اللي بوظوا حياتهم بالسجاير بهذه اللعبة الحقيرة اللي اسمها السيجارة. وكل إنسان يدخن يتهيأ له إنه الناس كلها هتعيا ما عدا هو. الرئة فسدت، يعني ملخص الكلام. أهلا بكم. أنا دلوقتي زي السمك، بس يعني بتنفس من خياشيم.